السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة كريستال كريم، وأهلا بالمتابعين الجداد معايا في القناة. النهاردة معانا موديل شنطة تحفة جميل حلو للمناسبات، سواري للبنات. تمام، مع فستان الفرح بالشكل ده، اللي عندها بنوتة صغيرة وجايبه لها فستان فرح شيك خالص مع الفستان بالشكل ده. شنطة جلب، احنا منزلين اكتر موديل على القناة للشنطة الجلب. خلاص. فدي فكرتها وشكلها فعلا عجبني. هي الموديل اللي نازل على قناة اجنبي بالشكل ده بالظبط. هننفذها مع بعض النهاردة. فرحي بنتك، يلا فرحي بنتك بسرعة وننفذها لها بايدك من صنع ايدك، فرحيها بيها. هنستخدم فيها خرز هنستخدم فيها خرز لولي ملون بالشكل ده، وهنستخدم خيط مجاز 60، وهنستخدم المقص والبنز. نبتدي الورشة، بس قبل ما نبتدي يا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا إشعار بكل فكرة وبكل فيديو جديد ينزل على القناة. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنلضم 5 خرزات. لضمت 5 خرزات. أول حاجة لضمنا 5 خرزات. تمام، أخلي الخرز في وسط الخيط وأساوي طرفين الخيط ببعض. طبعا احنا قلنا لو انت مبتدئه ما تطوليش الخيط زييه كده عشان ما يعجدش معاكي، احنا مولفين على الخيط الطويل بالشكل ده. انا كده خليت الخرز في وسط الخيط، عندي طرف يمين وطرف شمال. الطرف اليمين هرجع في الخرزه اللي في الطرف اليمين من فوق لتحت كأنك هتطلعي بالخيط من الخرزه. جبت طرف الخيط اهو كده بالشكل ده، وارجع من فوق لتحت. لو رجعت للاخر الخيط هيطلع من الخرزه. انا مش عايزاه يطلع من الخرز، انا عايزاه يتكون حاجه كده. يبقى ادي تاني اهو معايا. تمام، لضمت 5 خرزات وخليت الخرز في وسط الخيط. تمام، وسويت طرفين الخيط ببعض. رجعت في الخرزه اللي في الطرف اليمين بنفس طرف الخيط اليمين، رجعت في الخرزه اللي في الطرف اليمين من فوق لتحت وعملت حلقه، والطرف الشمال ادخل جوه الحلقه كده واشد. هيتكون معايا عقده. العقده امسك الخرز ب70 ايدي كده، وايدي اليمين هي بتسحب ايدي الشمال كده اها، وادخل العقده جوه قلب الخرزه. تخليش العقده اللي تبان من اليمين ولا من الشمال عشان شغلك ما يبقاش مكشكش. تخلي العقده جوه قلب الخرزه كده. عملت غرزه خماسيه. خماسيه يعني يعني مكونه من 5 خرزات. الغرزه التانية هتكون سداسيه، يعني مكونه من 6 خرزات. انا الخيط طالع معايا من الخرزه من الغرزه الاولى كده، معايا خرزه هحط عليها كام عشان يبقوا 6؟ احط عليها 5 خرزات. احط في اليمين 3 وفي الشمال 2. احط في اليمين 3، ادي 3 خرزات في اليمين. اسيب خرزتين واجيب الخرزه التالتة ارجع بيها في طرف الخيط من فوق لتحت كده، واعمل حلقه. الحلقه امسكها بايدي كده عشان ما تفلتش مني كده. اجيبها كده وامسكها في صباع ايدي اليمين، واجيب الطرف الشمال احط كام خرزه؟ احط خرزتين. تمام كده. همشي معاكم خطوه خطوه الشنطه دي. خلاص، يبقى انا عملت اول حاجه لضمت 5 خرزات غرزه خماسيه. بعد كده هعمل غرزه سداسيه، معايا خرزه في الخيط وحطيت في اليمين 3 ورجعت في الخرزه الثالثه من فوق لتحت، عملت حلقه. والطرف الشمال حطيت خرزتين. ادي ال6 خرزات. اجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقه كده واشد. يبقى عملنا تاني غرزة سداسية خماسي سداسي. هعمل الغرزة التالتة غرزة خماسية، بس هعمل عشان اطلع السطر التاني؟ هعمل اجيب احط في الخيط اليمين احط 3 خرزات، وفي الخيط الشمال خرزة واحدة بس. حطيت 3، اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت بالشكل ده، واجيب الطرف الشمال ل3 احط واحدة بس كده. دي الغرزة التالتة. الخيط طلع معايا من خرزة من الغرزة السادسة اللي هي الغرزة السداسية.
تمام. حطيت في اليمين 3 وفي الشمال ايه خرزة، والتلاتة رجعت في خرزة منهم وعملت الحلقة كده. خلاص ماشيين مع بعض خطوة خطوة. ده كده عملت يعتبر اول سطر ايه في الشنطة. كده عملت اول سطر في الشنطة. السطر التاني اول غرزة هعملها غرزة سداسية، هاجي في الطرف اللي من تحت واحط كام خرزة معايا؟ واحدة من 6، يبقى احط 5 خرزات في الطرف اليمين. لضمت كام خرزة؟ لضمت 5 خرزات ومعايا خرزة في الخيط يبقوا 6. يبقى اول غرزة في السطر التاني غرزة سداسية. تمام كده. عملت الحلقة في الخرزة الخامسة والطرف التاني ادخل جوه الحلقة كده. انا بشتغل السطر ايه التاني. تمام كده بالشكل ده. اجي الخيط اللي تحت هدخل في خرزتين اللي تحتيهم خرزة. ركزوا معايا واكتبوا كل سطر بنمشي كام غرزة وبنمشي في كام خرزة كده بالشكل ده كده. تمام. يبقى الخيطين معديين معايا من كام خرزة؟ الخيط اللي فوق معدي في خرزة من الغرزة الأولى، والخيط اللي تحت عديت في خرزتين، يبقى الخيطين معديين في كام خرزة؟ في 3. 3 من 6 هاجي في الخيط اللي فوق واحط 3. 3 اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت. بالشكل ده كده. تمام. هاجي الخيط اللي تحت هدخل في خرزتين تحتيهم ايه خرزة، برضو غرزة سداسية. السطر التاني كله غرز سداسية. خلي بالكوا عشان في سطر هيبقى فيه غرزة خماسية. كده الخيط معدي من 3 خرزات، برضو هاجي في الخيط اللي فوق واحط 3 تاني. اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت. من الحلقة وادخل بالخيط الشمال في الحلقة اشد كده. تمام. اعمل ايه بقى؟ عايزه اطلع السطر اللي بعد كده. هعمل اخر غرزة معايا الخيط اللي تحت هدخل في الخرزة اللي هي دي من الغرزة الخماسية اللي في الايه اللي عملناها اول غرزة في السطر الاول. الخرزة اللي هي ايه تحتيها على طول، تحت الخرز الخيط طالع منها. يجي الخيط اللي تحت هدخل في الخرزة دي. ركزي في اول خرزة وفي اخر ايه خرزة. خلي بالك الخيط هيعجد معانا كده. دخلت بالخيط اللي تحت في الخرزة دي، الف الشغل كده. تمام. واجي في الخيط اللي تحت وانا معايا 2 من 6 يبقى احط 4 خرزات في الخيط اللي من تحت. حطيت 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت. كده الخيط طالع معايا من الخرزتين دول. هاجي في الخيط اللي من تحت وهحط 3 خرزات، والخيط اللي فوق احط خرزة. تمام. الخيط اللي تحت هحط 3 خرزات، والخيط اللي فوق هحط ايه خرزة. ركزي في اخر غرزة دي في السطر، اخر غرزة في السطر التاني. واحط خرزة في الخيط اللي هو من فوق الشمال كده. تاني بعملنا ايه؟ جيت انا اشتغلت غرز هنا. اول غرزة سداسية طلعنا بيها من الخماسية هنا، والتانية سداسية، والتالتة سداسية، والغرزة الرابعة في السطر الخيط اللي تحت دخلت في الخرزة اللي تحت دي من الخرزة من الغرزة الخماسية اخر غرزة في السطر، والف الشغل بتاعي كده. وفي الخيط اللي من تحت
الخيط اللي من تحت لضمت 3 خرزات، سبت خرزتين ورجعت في الخرزه التالتة من فوق لتحت كده، عملت حلقه. تمام. والخيط اللي فوق حطيت خرزه واحده كده، واجيب الطرف اللي فوق ادخل في ايه خرزه، تبقى الخيط طالع معايا كده ايه بالمنظر ده. هعمل برضو الخيط طالع معايا من خرزه، هعملها غرزه خماسيه. غرزه، ركزوا معايا، عملنا السطر الاول غرزه خماسيه، بعد كده سداسيه، بعد كده خماسيه، بعد كده السطر التاني عملت 4 غرز سداسيه. الخيط طالع معايا من الخرزه اللي في الزاويه دي، هشتغل عليها السطر التالت. اول غرزه هتكون معايا غرزه ايه خماسيه، احط عليها الخيط اللي من بره، احط 4 خرزات. 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزه الرابعه من فوق لتحت بالشكل ده كده. كده معايا تمام. اجي الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين، والخيط اللي فوق احط ايه 3. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين، اللي تحتيهم ايه خرزه كده. الخيط معدي معايا من 3 خرزات، اجي في الخيط اللي فوق واحط 3، هعملها غرزه سداسيه. حطيت 3 خرزات، اسيب 2 وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت، اعمل حلقه كده، شد الخيط بتاعي واجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقه واشد. يبقى عملنا السطر التالت اول غرزه خماسيه، التانية والتالتة والرابعه يبقى سداسيه. خلاص. الخيط اللي تحت ادخل، الخيط اللي تحت ادخل في خرزه، الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين اللي تحتيهم ايه خرزه. شنطه سهله جدا وشيك، منظرها والله تحفه، في الحقيقه احلى من الصوره، وهتفرحي بيها بنتك، وحاجه عاملاها بايدك كده. والخيط اللي فوق احط كام 3 خرزات عشان هتبقى معايا غرزه سداسيه. اسيب 2 وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت، اعمل الحلقه، امسكها بايدي كده عشان متفلتش مني، واجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقه واشد الخيط، هتتكون عقده، امسك الخرزه كده وايدي اليمين تسحب ايدي الشمال وادخل العقده جوه الخرزه. تمام. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين برضو، الغرزه الرابعه من السطر التالت، ادخل في خرزتين تحتيهم خرزه كده، والخيط اللي فوق احط 3، اسيب 2 وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت، اعمل الحلقه دي كده، الغرزه الاخيره. الخيط اللي تحت، الخيط طالع معايا من الخرزه دي، الخيط اللي تحت هدخل في الخرزه اللي جنبيها على طول او اللي تحتيها على طول، من الغرزه السداسيه اللي تحتيها دي خرزه في كده. الخيط طالع كده، الف الشغل بتاعي كده. تمام. هاجي في الخيط اللي تحت كده، الخيط طالع معايا من الخرزتين هنا، هاجي في الخيط اللي تحت احط 3 خرزات، وفي الخيط اللي فوق احط ايه خرزه. الخيط اللي تحت احط 3 خرزات كده، 3 بس كده، اسيب 2 وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت. تمام. واجي ماسكه الحاجه، والخيط اللي فوق احط خرزه واحده بس كده. اجيب الطرف اللي فوق ادخل في الحلقه اهي بالشكل اللي هيبقى معايا المنظر ده. اجي الخيط طالع معايا من الخرزه اللي في الزاويه دي كده. تمام.
اعملها غرزة، هطلع عليها، احنا كده السطر الاول التاني التالت السطر الرابع هعملها غرز. السطر الرابع كله هيكون غرز سداسية. خلاص الخيط طلع معايا من خرزة، هعمل غرزة سداسية. هاجي احط في الطرف اللي من تحت، احط كام خرزة؟ احط 5 خرزات، احط 5 معايا واحدة 6. 5 اسيب 4 وارجع في الخرزة الخامسة من فوق لتحت عشان اعمل الحلقة، وامسك الحلقة في ايدي كده تمام، والطرف الشمال ادخل في الحلقة واشد الخيط بتاعي بالشكل ده تمام. اجي الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين اللي تحتيهم خرزة، دي الغرزة التانية من السطر ايه الرابع. والخيط اللي فوق احط 3 اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت. عندي الطرف الشمال اطول في الخيط من اليمين، انا عايزه الطرف اليمين يبقى الخيط اطول من الشمال تمام، عشان هو اللي بلضم فيه ايه الخرز. فهعمل تبادل للخيط دلوقتي، الخيط اليمين اللي تحت ادخل في خرزتين اللي تحتيهم ايه خرزه تمام، والخيط اللي فوق احط 3. حطيت 3 خرزات، مش هعمل حلقة ولا هعمل عقدة، هجيب الطرف الشمال وهبدل الخيطين ببعض كده، هجيب اول خرزة وهبدل الخيطين ببعض، هخلي الطرف الطويل من تحت الشمال فوق واليمين تحت كده، هشقلب، هخلي طرفين الخيط اعكسهم عكس بعض كده عشان اخلي الطرف الاطول هو اللي من ايه من فوق كده. الغرزة دي مش تبقى ممسوكة كويس، لما اعمل التانية يتحبكوا الايه الغرزتين. الخيط اللي تحت ادخل في الخرزتين اللي تحتيهم خرزة كده، والخيط اللي فوق احط 3 اسيب 2 وارجع في التالتة من فوق لتحت كده. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين اللي تحتيهم خرزة كده، والخيط اللي تحت الف الشغل بتاعي كده واطلع السطر التاني. الخيط اللي تحت احط 3 خرزات، 3 اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت بالشكل ده كده تمام كده. الخيط طالع معايا، همشي السطر ده كله، امشي برضو معاكم مش هسيبكم في الشنطة دي. الخيط اللي تحت ادخل في الخرزة اللي جنبيها، الخامس اللي احنا نشتغله هيكون كله غرز سداسية. خلاص الخيط طلع معايا من خرزتين اهو كده، هاجي في الخيط اللي من بره واحط 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت، اعمل الحلقة امسكها كده واجيب الطرف اللي تحت ادخل في ايه في الحلقة، شد الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين تحتيهم ايه خرزة، والخيط اللي فوق احط 3 اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت، اعمل الحلقة الطرف الشمال ادخل في الحلقة وشد. ادي السطر الخامس، تاني غرزة سداسية، هيبقى كله غرز سداسية. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين اللي تحتيهم ايه خرزة كده، والخيط اللي فوق احط 3 اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت، اعمل الحلقة امسكها في ايدي واجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقة واشد الخيط، اعمل حلقة امسكها بايدي كده وايدي الشمال تسحب ايدي اليمين ودخل الحلقة العقدة جوه قلب الخرزة. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين اللي تحتيهم خرزة بالشكل ده كده تمام، والخيط اللي فوق احط كام 3. احنا قلنا السطر ده كله غرز سداسية، 3 اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت
تمام كده. الغرزة الأخيرة هتكون خماسية معايا. أجيب الخيط اللي تحت، أدخل في الخرزة اللي هي دي تحتيها، هي دي، والف الشغل بتاعي، واجي احط في الخيط اللي تحت، احط الثلاث خرزات كلهم. انا معايا هنا خرزتين وعايزه اعملها غرزه خماسيه، اجي في الطرف اللي تحت واحط تلاتة، اسيب اتنين وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت، اعمل حلقه بالشكل ده. يبقى معايا كده بالشكل ده. كده عملنا يعتبر نص الجلب. خلاص. الخيط اللي من جوه هدخل في الخرزه اللي جنبيها، الخيط الشمال هدخل في الخرزه اللي جنبيها كده، والخيط اللي من بره احط 4 خرزات غرزه سداسيه. حطيت 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزه الرابعه من فوق لتحت، اعمل الحلقه، امسكها بايدي واجيب الطرف الشمال، ادخل في الحلقه وشد، تكون عقده، دخل العقده جوه قلب الخرزه بالشكل ده كده. تمام. اجي الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين، والخيط اللي فوق احط 3، السطر كله غرز سداسيه. الخيط اللي فوق احط 3، اسيب 2 وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت، اعمل حلقه، خيط الشمال شد كده بالشكل ده. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين، اللي تحتيهم خرزه كده. الخيط اللي فوق احط 3، حطيت 3 دي 2 وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت، اعمل حلقه، اجيب الطرف الشمال، ادخل في الحلقه واشد، ادخل العقده جوه قلب الخرزه. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين، اللي تحتيهم خرزه. شوف الخيط اللي فوق احط 3 خرزات، اسيب 2 وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت، اعمل حلقه، تمام. اجي الخيط اللي تحت، ادخل في الخرزه اللي هي دي بالشكل ده كده، الف الشغل بتاعي واجي في طرف الخيط اللي من بره احط 3 خرزات، والطرف الشمال اللي من جوه احط خرزه واحده بس. تلاتة في اليمين، اسيب 2 وارجع في الخرزه التالتة من فوق لتحت كده، واعمل الحلقه، امسك الحلقه واجيب الطرف الشمال، احط خرزه واحده بس كده بالشكل ده. تمام. هنعمل السطر بقى اللي بعديها، تبقى غرزة خماسية. احنا كده عملنا النص اهو، وهنا قد هنا غرزة، هنا تبقى خماسية. تمام. هاجي هحط هنحط 4 خرزات في الطرف اللي بره. حطيت 4 خرزات، اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق لتحت، اعمل الحلقة واجيب الطرف الشمال من جوه، ادخل في الحلقة، تبقى معايا بالشكل ده كده، تمام. هشتغل باقي السطر غرز سداسية. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين، والخيط اللي فوق بس هعمل تبادل الخيط عشان عندي الطرف اليمين اقصر من الطرف الشمال، الطرف اليمين قصير عن الشمال، وانا عايزه الطرف اليمين يبقى الخيط اطول. خلاص. فهحط، اجي في الطرف اليمين احط 3 خرزات، ومش هعمل حلقه، هبدل الخيطين. لضمت 3 خرزات، اجيب الطرف الشمال
واجي الخرزة التالتة ارجع كده فيها، اعمل تبادل الخيط، اخلي الخيط اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده، بيجي عندي الطرف اللي هو اليمين هو الاطول والطرف الشمال هو الايه الاقصر، بس مش هتمسك ولا تتحبك الا لما اجي اعمل ايه الغرزة التانية، تحبكوا الاتنين مع بعض. الطرف اللي هو اللي من تحت ادخل في الخرزتين كده تمام، واجيب الطرف اللي فوق احط ايه تلات خرزات، اسيب اتنين وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت كده. كده الغرزتين اتمسكوا مع بعض تمام. اجي الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين اللي تحتيهم خرزة، والخيط اللي فوق احط تلاتة، اسيب اتنين وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت كده. الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين اللي عليهم الدور والف الشغل بتاعي، وهيجي احط في الطرف اللي تحت احط 3 خرزات، ابتديت اعمل تبادل الخيط برضو، الطرف ده جسر تاني كده. هيجي الخيط اللي تحت ادخل السطر بقى اللي هو قبل الاخير، هعمل غرز سداسية برضو، الخيط اللي من بره احط 4 خرزات، حطيت 4 خرزات اسيب 3 وارجع في الخرزة الرابعة من فوق ايه لتحت الشكل ده كده تمام. يجي الخيط اللي تحت هدخل في خرزتين اللي تحتيهم ايه خرزة، السطر ده هيكون 4 غرز رباعية، هيكون 4 غرز ايه رباعية. الخيط قصر معايا هقطعه معاكم وهوصل خيط جديد، لان كذا مرة بيجيني سؤال ازاي اوصل خيط جديد وانا بشتغل، مع اني منزله اكتر من فيديو على القناة. عندك فيديو سلسلة اسئلة المتابعين والاجابة عليها الفيديو رقم 2 فيه 3 طرق لوصل الخيط خلاص. فانا برضو هعمله معاكم. ادي عندي الخيط هحط 3 خرزات في الطرف اليمين خرزات، واعمل ايه هربط الطرفين ببعض عادي خالص. انا عشان ده خيط 60 وخرز مقاس 10 هعجد 3 عقدات ادي اهو كده عادي، واروح ادخل العقدة جوه قلب ايه الخرزة، شد كده ادخلها في اشوف العقدة هدخلها في مكان مش همشي عليه، انا همشي على ال3 خرزات دول الجايين، فانا دي مش همشي عليها، فدخلت الخيط فيها واروح ادخل العقدة كده بالراحة عشان الخيط ما يتقطعش معاكي كده تمام. كده مش باينه العقدة من هنا، واتوه الخيط، انا بس مش همشي بالخيط كتير عشان خاطر ايه ما اطولش عليك الفيديو كده. انتي امشي بالخيط في الخرز كده. اديني كده الخيط القديم ايه خلص، اقطع خيط جديد مش هقطع طويل خالص عشان خاطر ده باقي سطر واحد بس. انا كده وقفت هنا، هدخل في ال3 خرزات اللي هم عليهم ايه الدور، ادي هدية الغرزة من الخرزة اللي قبليها والخرزتين اللي هدخل بيهم في الخيط ايه من تحت، يبقى ال3 خرزات اللي بدخل ايه اللي بيدخل بيهم الخيط. ده الخيط الجديد تاني. الخيط الجديد دخلت في انهي 3 خرزات، واعرف ازاي ان ال3 خرزات اللي عليهم الدور اعرفهم ازاي بالخيط الجديد. طبعا اخر خرزة معايا من الغرزة اللي قبليها الخرزة دي هدخل فيها وادخل طبعا من الخيط اللي تحت بدخل في خرزتين، وادي الخرزتين اللي عليهم الدور، يبقى ادي ال3 خرزات، غرزة من الغرزة لاخر غرزة وقفت عليها والخرزتين اللي هدخل فيهم،
يبقى دي التلات خرزات اللي بدخل بيهم في الخيط الجديد. واساوي بس طرفين الخيط ببعض عشان ميبقاش طرف قصير وطرف طويل كده. واجي في الطرف اللي فوق احط 3 خرزات عشان دي برضو غرزة سداسية كده. اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق ايه لتحت. تمام. هاجي الخيط اللي تحت ادخل في الخرزتين اللي عليهم الدور كده والف الشغل بتاعي. واجي في الطرف اللي من فوق واحط 3 خرزات. 3 خرزات اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت. بالشكل ده كده. تمام. اجي اخر سطر معايا هعمله ازاي؟ هعمله زي اول سطر عملناه، غرزة خماسية سداسية خماسية. خلاص. ادي هقف على اول الخيط اللي تحت، دخلت في خرزة بالخيط معايا خرزتين. اجي في الطرف اللي من بره واحط كام؟ انا هعملها غرزة خماسية، معايا 2 في الخيط، يبقى هاجي في الطرف اللي من بره واحط 3 خرزات. يا رب يكون الشرح خفيف عليكم، ما تكونش فيه حاجة صعبة. لو في اي حاجة اكتبولي في التعليقات وانا هنعيدها تاني مع بعض. اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق لتحت بالشكل ده كده. خلاص. واجي الطرف الشمال ادخل في ايه، شايفين ازاي كده. يجي الخيط اللي تحت ادخل في خرزتين في النص، والخيط اللي فوق انا هعملها غرزة سداسية واحط 3 خرزات كده. الخيط معدي من 3 خرزات، واجي الخيط اللي فوق احط 3، اسيب 2 وارجع في الخرزة التالتة من فوق ايه لتحت. اعمل حلقة، اجيب الطرف الشمال ادخل في الحلقة كده. تمام كده. اخر غرزة معايا في القلب، الخيط اللي تحت هدخل في اخر خرزتين دول اللي تحتيهم خرزة كده. واجي انا هعملها غرزة خماسية. انا معايا 3 خرزات في الخيط، احط عليها 2 عشان تبقى 5 واربط الخيط. خلاص انا كده خلصت القلب بتاع الشنطة بتاعتي. تمام. واربط ربطتين كده 3، دخل العقدة جوه الخرزة بس ما دخلهاش جوه، لان الحواف دي همشي عليها تاني. ادخلها جوه الخرزة واتوه الخيط وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. كده خلصنا اول وش من الشنطة القلب اللي احنا عملناه. هنعمل وش تاني كده. تمام. وهنشوف هنشبكهم ازاي ببعض. هنشوف هنشبكهم ازاي مع بعض. تمام. انا عندي هنا ال3 غرز اللي عملناهم في الاول في الجنب، الخماسية والسداسية والخماسية. خلاص. اجي على الغرزة الخماسية والسداسية اللي هي الغرزة الخماسية والسداسية اللي من بره، اللي هي 1 2. تيجي هنا على دي ودي. لو عديتيهم من هنا عند غرزة هنا في النص، خرزة في النص، نص القلب، عدي 1 2 3 4 5. ادخل في 6 والسابعة، 6 والسابعة. خلاص كده. ادخل في الخرزة 6 والسابعة من ايه، من خرزة النص. ادخل في الاتنين دول كده. تاني يا بنات، تاني احط الخيط فين عشان اوصل الوش ده بالوش ده عشان متلخبطيش. عندي هنا خرز للنص، خرز للنص، وعد كده 1 2. اسيبها هي معدهاش، 1 2 3 4 5 6 7 اللي هي السادسة والسابعة. خلاص. تحتيهم خرزة، هتلاقي تحتيهم ايه، خرزة. خلاص. واجي في طرف او خلينا في الطرف اللي من فوق عشان نمشي كده من فوق كده. تمام. اجي في الطرف اللي هو من فوق من ناحية ايه، زاوية القلب كده من اللي فوق، واحط ايه، خرزة كده. تمام. اسوي طرفين الخيط ببعض عشان خاطر ميبقاش في طرف اطول من طرف كده. تمام. واجي في الوش التاني برضو اعد، ادي خرزة النص
1 2 3 4 5 6 7. ادخل في 6 وايه 7. ادخل كده من بره لجوه كده طرفين، اسويهم كده تمام كده. شايفين؟ تبقى عندي بالشكل ده، بالشكل ده. عديت 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. الخرزتين اللي هما ايه رقم 6 و7 تحت، تلاقي تحتيهم خرزة. خلاص ما تعديش اللي هي في النص، ما تعديش اللي في النص، عد اللي بعديها. 1 2 3 4 5 6 7. دخل الخيط هنا، وفي طرف الخيط اللي من فوق من عند من عند وش القلب كده من هنا حطي خرزة، وبعد كده بنفس الطرف ادخلي في الخرزتين برضو ايه السادسة والسابعة. خلاص، واجي في اي طرف احط ايه خرزة واقفل. همشي بقى الشنطة كلها. الخيط ادخل في اليمين في خرزتين والشمال في خرزتين، هتبقى غرز ثلاثية. هقفل بغرز ثلاثية. اليمين ادخل في خرزتين اشد كده. شايفين المنظر؟ هيبتدي القلب بقى بتاعي يتنفخ كده بمنظره شيك. اجي بقى اطلع، مش بطلع بقى ايه في التجفيف في خرزه واحده. الخيط اليمين ادخل في خرزتين، والخيط الشمال ادخل في خرزتين، واقفل بايه خرزه. اعمل معاكم واحده تاني. خلاص بالشكل ده كده اهو كده. شايفين؟ استنى كده عشان ايه الكاميرا. ايدي ادخل في خرزتين كده ماشي، والخيط التاني الخيط التاني ادخل في خرزتين كده تمام. يبقى الخيط معدي من كام خرزة؟ من 5 خرزات. خرزة اللي هي في النص، وادي 2 و2 4 4 واحدة 5، بحط واحدة تبقى 6. هتتقفل كلها بغرز ثلاثية. خرزة. اظن انا ماشية معاكم واحدة واحدة وشد كده. شايفين؟ هتديك الكيرف بتاع ايه منظر القلب. خلاص همشي بقى على طول القلب كله عشان مطولش عليكم بقى الفيديو. اظن سهل. الخيط اليمين ادخل في خرزتين، والخيط الشمال ادخل في خرزتين، واحط في اي طرف ايه خرزه واقفل. ادخل في خرزتين باليمين، والطرف الشمال في خرزتين، وفي اي طرف احط خرزه واقفل. اخلص داير ما يدور لغايه الخرزتين اللي دخلت ايه فيهم، اللي هي بين ال5 وال6 لغايه هنا. اخلص لغايه هنا وارجع لكم. تمام؟ شايفين الجمال ازاي؟ والله جميلة جدا. حاولي اي واحدة منكم حبت يعني بتتفرج ومش تنفذ الشنطة دي لبنتها بجد. ادي شايفين الوقت ازاي. انا جيت اعمل معاكم اخر غرزة في التثبيت عشان متلخبطوش. برضو اخر غرزة هتيجي على الغرزة الخماسية، خرزة من الغرزة الخماسية وخرزة من الغرزة السداسية. خلاص، وهوريكم هتعدي ازاي تعرفي لنفسك ان انتي شغلك مظبوط. كده الموديل ده ينفع مع فساتين الافراح بجد، لان فعلا شيك وصغير حلو للبنات خالص. ادي كده انا وصلت لغايه فين. ادي انا وصلت، حطيت الخيط اخر خرزتين عندي، دخلت فيهم بين الخرزه الخماسيه والسداسيه، واجي احط خرزه في اي طرف واربط الخيط بتاعي. عشان الخيط بتاعه قصير، مش لو كان طويل كنت مشيت بيه باليد. طبعا انا رابطه هنا، هربط عقدتين، عقده تالتة كده. مش هدخل العقده هنا، لان هنا هحط الخيط اعمل اليد بتاعتي. تمام كده. ادخل العقده هنا واتوه الخيط وارجع لك نعمل اليد مع بعض. شايفين الشكل؟ نعمل اليد مع بعض. اخر خرزه قفلت بيها هي اللي هدخل فيها ايه الخيط. بس قبل ما اعمل يد عايزه اكد عليكي عشان تعرف شغلك مظبوط، تعدي من الخرزه اللي في النص، عدي بيها 1 2 3 4 5 6، وهتلاقي روحك قفلتي. خلاص، هتعدي من هنا 1 2 3 4 5 6، وهتلاقي روحك قفلتي. هتلاقي عندك 6 خرزات بخرزة النص، يعني تعدي معاهم خرزة النص 1 2 3 4 5 6. تمام. هتلاقي لغاية الفتحة بتاعتك من هنا 6 بخرزة النص، ومن هنا 6 بخرزة النص.
تمام. اجي بقى اعمل اليد، احط الخيط في الخرزة، اخر خرزة قفلت بيها كده، واجيب الطرفين كده معايا، طرفين كده، الضم في الطرف ده خرزة، الطرف اليمين خرزة، والطرف الشمال خرزة كده، واضمهم على بعض، واضم طرفين الخيط على بعض، والضم بقى على عدد الخرز اللي انا عايزاه. تبقوا معايا كده، تبقوا معايا كده المنظر ده، شايفين بالمنظر ده. لضمت الاول في طرف الخيط اليمين خرزة والشمال خرزة، وقفلتهم بايه؟ بخرزة. اكمل بقى لضم الخيط، اشوف العدد اللي انا عايزاه، تقريبا انا عملته 25 خرزة. اخلص لضم الخيط وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. تمام كده، انا لضمت 25 خرزة. تمام، احط واحدة تاني 26 حسب الطول اللي انت عايزاه. خلاص، واجي افرع الخيطين كده، واحط خرزة في اليمين وخرزة في الشمال زي ما عملنا في الطرف من الاول. خرزة في اليمين وخرزة ايه في الشمال كده. تمام، بالشكل ده كده معايا بعد 26 خرزة. واجي في الخرزة اللي هي هنا بدأت بيها، قفل بيها في الشنطة الناحية التانية، وادخل كده فيها، واربط طرفين الخيط ايه ببعض، ادخل كده واربط طرفين الخيط ببعض، شد كده عقدتين برضو 3، بدخل العقدة جوه الخرزة هنا، وبعد كده امشي بطرفين الخيط تاني واعمل عقدة تاني وادخلها هنا عشان تبقى ايه اليد متينة معايا، تبقى معايا بالمنظر ده. شايفين الجمال والشياكة؟ شايفين؟ اعقد بس الخيط، ادخل الخيط جوه العقدة جوه الخرزة، ادخل العقدة جوه الخرزة واتوه الخيط وارجع لكم. وبكده موديل النهاردة خلص. اتمنى ان يكون عجبكم، واتمنى ان يكون الشرح خفيف وسهل عليكم. ويا ريت يا بنات اللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فكره وبكل فيديو جديد ينزل على القناه. ولايك وشير، اللايك والشير يا بنات بيرفع الفيديو لاكبر عدد يستفيد. لايك وشير لو عجبك الفيديو، وانتظروا المزيد من الفيديوهات الجديده والحصري على قناه كريستال ام كريم. واسالكم دعوه حلوه من القلب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.